بتحكي لي بقى يا استاذ اسلام، ده المخرج الكبير الاستاذ اسلام محفوظ، بتحكي لي عن مسرح محمد صبحي الفنان الرائع. مسرح الالتزام. مم. المسرح اللي يشتغل فيه بإخلاص ما يعرفش يروح في حتة تانية. مم. ويمكن دي من ضمن برضو مشاكل ان الواحد لما بعد فترة انقضاء في مسرح الأستاذ صبحي، مع صعب انك تروحي تشتغلي في مسرح. منضبط. جدا مم. جدا التزام زي الكتاب ما نزل، مم. بجانب ان انت بتدرسي مناهج عالمية من ستانسلافسكي تدرس يعني ايه بتدرس؟ يعني الأستاذ صبحي مؤسسة علمية كبيرة، يعني بيدي محاضرات بالشكل اللي هو ايه السلس، اللي هو يتعامل مع الممثل ايا ما كان قدراته، مم. في ان هو بيتعامل بمناهج التمثيل العالمية. ويشرح لكم المنهج. هو مش بالشكل المباشر عشان يبقى ده سلس بالنسبة لنا، بس احنا عارفين ان دي مناهج هو مترسخة عنده، فانت بتعتبر ان يعني البروفا محاضرة. البروفة فيها كل ما تتخيليه من تقنية في الأداء. مم. في الأداء والميزانسين والإضاءة والالتزام. ف يعني المسألة مش مسألة فن بس، مم. يعني مسألة فن بتقنية بروح كمان. يعني حتى النقاش فيه سلس لدرجة ان انت حضرتك بتلاقي ان انت استوعبت كل شيء، مم. وفي نفس الوقت بتلاقي ان انت عادلتي ناس كتير جدا في اكاديميات، لان انت مع مؤسسة اكاديمية علمية كبيرة. مم. مم. هو بمناسبة ان احنا كان ضيفنا معانا هادي جلال كان من ذوي الهمم يعني. مم. وحضرتك بتتكلمي، هو شيء صعب جدا ان هو يتعامل مع الميزانسين المسرحي، يعني حد كفيف مثلا وبيعمل مسرح. مم. لان الموضوع مش سهل. انت عارفه حضرتك، انت في زوايا في المسرح لازم تبقي فاتحه الزاويه عشان الجمهور اللي قاعد في اخر يشوف. الكرسي ده. وده طبعا اللي احنا اتعلمناه من مؤسسه كبيره زي استاذ صبحي، يعني ان انت لازم تبقى فاتح الزاويه بحيث ان العمق يبقى باين لكل حد. وده استرجعني في حاجه، ان ذوي الهمم دول عندهم قدره عاليه جدا على فعلا التعويض الالهي. كان الأستاذ المايسترو الكبير عمرو سليم، وده كان من أحد اللي كانوا بيقوموا بالأعمال في روايات الأستاذ صبحي. كان موجود في بروفا من البروفات، وطبعا كان الأستاذ صبحي موجود، كان مخرج، والأستاذ لينن الرملي رحمة الله عليه مؤلف، والأستاذ حسن عفيفي اللي هو مصمم الاستعراضات رحمة الله عليه، ومدام نيفين رامز رحمة الله عليها مديرة الخشبة ومديرة الفرقة نفسها، وزوجة الفنان محمد اللي صبحي. هو المسرح العيلة، اللي هو انت تحس فيه بروح العائلة يعني. فاحنا بنشغلين في بروفا من البروفات، ف الاستاذ صبحي بيدي تعليماته. مره واحده لقينا الاستاذ عمرو سليم بيقول له: يا استاذ صبحي بعد اذنك، هو في البروجيكتور 13 طافي؟ ايه؟ لا والله. ده حقيقي. وكان فعلا اللمبه كانت محروقه بتاع البروجيكتور، لان دي كانت في بروفات، يعني احنا كنا في بروفات ما كنتش في حاجه. فقال له: يا عمرو، انت عرفت ازاي يا عمرو؟ فقال له: لا، الاضاءه اللي طالعه منعكسه من الستيج مبينه لي ان في البروجيكتور ده واقف، ده بالرقم. ياه. انت متخيله حضرتك السوفيتا في المسرح بيبقى عليها كام بروجيكتور؟ الايه؟ السوفيتا. ايه السوفيتا دي اللي هي بتبقى في المسرح فوق، في فوق خالص، اللي هو بيتحمل عليها البروجيكتورات، بتنزل بحبال، بيتعالج كل بروجيكتور، بتحط الجيلاتينه، بتحط الالوان كده، بيتوجه كل اضاءه في كل منطقه، زي ملعب الكوره، ده بيلعب 6، ده بيلعب 8، ده متوزعه الاضاءه بالنسبه في المشهد الفلاني، بيبقى في خريطه، لان في بيشتغل عليها اللي هو التكنيشن بتاع الاضاءه لما بيغير المشاهد. فبيقول له البروجيكتور رقم كذا مطفي، في لمبه مطفيه، رقم كذا مطفي. فاحنا طبعا يعني عمرو سليم او الاستاذ عمرو سليم طبعا مايسترو من طراز فريد. صحيح. بس انا حضرت له وكلمته كلام رائع، هو حد جميل يعني جدا.
بصيرة وتدريب للقدر الذي يأتي من الرؤية. سبحان يعني هو الله. بيجيله قدر بسيط من الإضاءة، بيوظف القدر ده. بيوظف، يعني شوف، على الرغم ان ده خاص بس بمزيكا، يعني هو ملوش علاقة بأي حاجة تانية، بس عشان اقول لحضرتك المدرسة اللي بيتعامل فيها الأستاذ صبحي، المدرسة فنية عاملة ازاي. وشوف الناس اللي موجودة مش أي حد، واخد بال حضرتك. وده استوقفني في حتة ذوي الهمم دي، ان احنا كان فيه محاولة كده، لان احنا كان رحمة الله عليه الكابتن كبير صالح سليم، بعد وفاته كنت فكرت ان انا هعمل القصة دي. ده راديو ولا راديو؟ كنا هنعمله هنا في شباب الرياضة، لان اولى حد ان احنا كشباب الرياضة، وكنا خدنا طبعا. خطوة مع احد اصحاب الوكالات يعني عشان يمول المسلسل، وكان زميل لنا، وكنت اتفقت، خدت الرقم استاذ هشام، وكلمته رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. ورحنا قابلناه في البيت عنده، قعدنا اتكلمنا معاه كده، يعني عشان طبعا مسلسل لما يطلع بقيمة حد زي استاذ صالح سليم، يبقى حاجة تتناسب معاه، ويبقى فيها انت كل حاجة طالعة من خلال الأسرة، لأن دي سيرة ذاتية يعني. فهو عارف طبعا ان في العلاقه بيني وبين الاستاذ عمرو، على اعتبار ان احنا كنا بنشتغل مع بعض في الاستاذ صبحي. فحكى لي موقف غريب جدا. هو رايح يزوره في البيت، هو ولاد عم، فراح يزوره مره في البيت، فسلم على عمه، وبعدين فين عمرو؟ فقال له في اوضته. فدخل عشان يسلم عليه في الاوضه، فدخل بيفتح الاوضه، فلقى الاوضه ضلمه. فقال له يا عمرو، قال له تعالى يا هشام، قال له انت طافي النور ليه يا عمرو؟ قال له هو ده هيفرق كتير. طب ماشي، هو المذيعة صحيح. يعني هو ده هيفرق كتير بقى، هي اساسا كده كده. فضحكني. سبحان وبعدين فقال له طب ايه يعني انت عشان انت تشوف، انا شايف كده كده. انا شايف كده كده. فادي النور. وبعدين بيقول لقيته قاعد على السرير وحاطط بطانية على تلتين جسمه. هو قاعد كده على شباك السرير ساند، وحاطط بطانية، وحاطط ايده تحت البطانية، وايده بتتحرك، بيعمل حاجة. فقعد هزر معاه، انت بتعمل ايه؟ قال له لا مفيش، بس انا كنت بعمل صيانة للكاسيت بتاعي. ياه. شوف الايد مدربة ازاي على التفاصيل الدقيقة، واخد بال حضرتك. فبيقول بشيل البطانية، لقيت اكبر حتة في الكاسيت كان كده، فاكك الكاسيت حتة ونضفه وقعد تاني تركيب. ياه. ده بمناسبة ان ذوي الهمم ان هم، فهو طبعا التالنت بيختلف من حد لحد. فهو كمان عشان هو حد ودنه ربنا مديله فيها البركة ويهديه، فكمان عنده مهارات اخرى كبيرة. صحيح صحيح. واللي انا عرفته بقى ان الاستاذ عمرو سليم ربنا يديله الصحة، ان هو مع شركة ياماها في اليابان، هو اللي منزل الآلات الشرقية باتفاق هو هو مع شركة ياماها، هم ماضيين معاه، لأن هو اللي مدخل الآلات الشرقية في الأورج. سبحان الله. مقدرة عالية جدا، لأن حضرتك لما بتكلمي حد من ذات الهمم وبيتحرك بياخد الميزانسين بتاعه، أنت عارفة حضرتك السنتي على خشبة المسرح بيفرق. طبعا طبعا. انا لو قاعد دلوقتي بتكلم مع حضرتك، فانا عارف ان اتجاه صوتك، طب انا عارف ان اتجاه صوتك، بس ايه اللي في الطريق؟ اللي في الطريق من اكسسوارات، من ديكور، من يعني لو انا بستخدم اكسسوار، طب ازاي هستخدمه وانا حد ممكن يكون قدامي، وده جسد في وجهة نظر استاذ صبحي عمل ده، يعني عمل براعة استخدام العصاية لما كان بيقعد ويقوم، والكتاب لما دور عليه، والنضارة دي براعة في تجسيد الدور. طبعا. طبعا. لكن عشان كده الدهشة لما
الشاب زي هادي جلال كده انه كان ضيفنا النهارده وبيحكي على تدريبات المسرح والخطوة، وقد ايه يبقى صاحي جدا لكل التفاصيل عشان يتحرك من غير ما يخبط في اي شيء. ده حقيقي. ده حقيقي. وانا عشان كده بقول له المخرج الكبير استاذ اسلام محفوظ يعني اكيد مقدر كل كلمة انت بتقولها. ما هو عشان انت عملت في ده. طبعا. ويمكن كمان كان فترة انضمامنا مع الأستاذ صبحي كانت في فترة مسرحية وجهة نظر. فأنا شفت، ومن خلال اللي احنا شفناه وطبقناه معانا في المسرح ان احنا اكتشفنا ان احنا بقينا ذات همم في الكواليس. لان الكالوس لو الدنيا لو في المسرح لما بيبقى فول لايت وبعد كده بتنزل بلاك، بيتعمل بلاك مره واحده وبتنقلي من مشهد لمشهد، وحضرتك العدد كبير جدا بينزل بيتحرك في الكواليس، فانت بتتحركي في مكان ضيق جدا عشان تروحي الأوضة أو عشان تدخلي من الكالوس التاني، في ظل ان انت عندك مثلا 4 مخارج، يعني 2 في العمق مثلا و2 في الجنب، وكله خارج في توقيت واحد عشان في ناس تانية جديدة هتدخل، واللي بيروح يغير بسرعة في وقت قد كده. عشان كده انت كنت دايما تقول لي انه مسرح صبحي مسرح حركة، في حركة كتير قوي، وهو نفسه هو في حركة وفي إبداع وفي فن. عشان كده بقول لحضرتك صعب اللي حابب. يمكن أنا المسألة بالنسبة لي اختلفت لأني اشتغلت من وأنا طفل مسرح. اشتغلت مسرح جامعة بشكل يعني شبه احترافي. لما اشتغلت معاه أنا بعد كده لما رحت مسارح كنت بدخل لزملاء مسارح بما فيهم كان بيبقى فيه نجوم كبار. لا، موضوع مختلف. انت عاشق لمسرح محمد صبحي. هو انا عاشق للفن المحترم، وهو بيجسد الفن ما تدخلوا معاه الساعه 12 الا ربع وليه يعني يا ريت كمان هو كمان كان يسند اليه حاجات كبيره في ظل السقوط اللي احنا بنشوفه، وفي ظل كان ممكن حاجات كتيره جدا تتظبط في مسرح، في سينما، في التلفزيون، بدليل ان حضرتك برضو عندك اجزاء كبيره جدا من ونيس قمه الالتزام في الاداء، قمه النجاح، قصص كلها تربويه، ومن قبل كان سنبل، ومن قبل يعني اعمال كتيره جدا. صحيح. ويا ريت احنا كان عندنا الامور تتواصل مع حد بيطلع شارب المسائل دي. احنا في طبعا تلامذه كتير طلعوا من الاستاذ صبحي موجودين على الساحه الفنيه، باستثناء اللي هم وصلوا نجوم. في ناس اشتغلت في مسرح، بس طبعا هم لوحدهم مش بيعرفوا يوصلوا النجاح اللي كان موجود ده، لان انت عارف الموضوع لازم محتاج تضافر جهود كتيره جدا. صحيح، جهود مؤسسيه ضخمه. طبعا. شكرا استاذ اسلام، احنا على طول نعمل حكايات التلات دي. يسعدني جدا يا دكتور، يسعدني وشرفني. شكرا.